عمرك راقبتي طليقك عشان تشوفي ندمه؟ أنا عملت كده، والنتيجة كانت رصاصة خلصت علي. انفصلت أنا وجوزي بسبب أهله، لكن أنا لسه بحبه. دايماً بدخل على الأكاونتات بتاعته على الفيسبوك عشان أراقبه. كنت أتمنى أشوفه منزل بوست في ندم، أو حتى بيلمح أنه نفسه يرجع، ووقتها أنا هبادر واجري أكلمه. وأنا بدور في صفحته عملت لايك بالغلط وحذفته. قلبي كان هيقف. كنت بدعي ربنا إنه ما يكونش شاف الإشعار، أو يكون تليفونه بعيد عنه، بس الموبايل في إيدي. فجأة نور، والاسم اللي كان بيخلي قلبي يدق فرحة المرة دي خلى جسمي كله يتنفض رعب. فتحت الرسالة وأنا إيدي بترتعش، وكان الكلام زي السم. انت لسه ورايا؟ لسه بترفرفي حوالين صفحاتي زي الفراشة المحروقة؟ خدي بالك، أنا شفت اللايك وشفت إنك شلتيه. خدي عندك بقى الكلمتين دول عشان تلمي نفسك. خلي عندك شوية كرامة. أنا ما صدقت خلصت من كابوس أهلي ومشاتلك، وفتحت صفحة جديدة مع ستك اللي بجد عرفتني يعني إيه راجل يعيش مالك في بيته. دموعي نزلت غصب عني وأنا بقرأ الكلمات التانية. أنا خطبت خلاص، وبكرة هتجوز اللي تصونيه وتصون أهلي، مش اللي تقلبني عليهم. ابعدي بقى وخليكي في حالك، وبطلي مراقبة زي العيال الصغيرة عشان منظرك بقى وحش قوي. رميت الموبايل من إيدي كأنه جمرة نار. كنت مستنية تلميح ندم، كنت مستنية وحشتيني، كنت مستنية أي حاجة تبرر حبي ليه. بس اللي جالي كان ألم فوقني من أوهامي. وقفت قدام المراية وشفت واحدة تانية خالص، واحدة عينيها دبلانة من كتر المراقبة والانتظار لواحد باع واشترى غيرها في لحظة. قلت لنفسي بصوت مخنوق، ده اللي انتي كنتي بتموتي نفسك عشان ترجعيله؟ ده اللي كنتي مستنية منه كلمة حنينة؟ فتحت الموبايل تاني وأنا عيني مغمية من الدموع. كنت فاكرة إن القسوة وقفت لحد هنا، بس لقيت رسالة تانية منه وصلت في نفس اللحظة. رسالة كانت هي الرصاصة اللي قتلت كل ذرة حب باقية ليه في قلبي. كتب لي ببرود مستفز: وعلى فكرة، عشان ما تتعبيش نفسك وتدوري كتير، العروسة اللي اختارته وقدرت قيمتي وقيمة أهلي هي هند بنت عمك. أيوة، هند اللي كانت دايما بتقولي إنك ما كنتيش مقدرة النعمة اللي في إيديكي. إحنا خطوبتنا الأسبوع الجاي، وياريت لو عندك ذرة كرامة فعلا توفري مجهود المراقبة ده لمباركة تليق بينا، أو الأحسن اختفي من حياتنا خالص. الموبايل وقع من إيدي بجد المرة دي، والمرة دي ما حسيتش بحرارته، حسيت ببرودة في جسمي كله. هند بنت عمي اللي كانت بتدخل بيتي، اللي كنت بحكي لها أسراري ومشاكلي مع أهله، وهي تطبطب عليا وتقولي معلش استحملي عشان بيتك. أتاريها كانت بتسخني عشان أبوظ بيتي بإيدي، وكانت بترسم عليه وهو لسه على ذمتي. عرفت دلوقتي ليه أهله كانوا دايما بيقارنوني بيها، وليه كانت دايما حشرة نفسها في حياتنا بحجة إننا أهل. بصيت لروحي في المراية وضحكت، ضحكة وجع وقهر على نفسي. يا ترى لو انتي مكانها الضربة دي كانت هتكسرك للأبد، ولا هتفوقك وتخليكي تبدأي من جديد؟ هستنى رأيكم في التعليقات.